السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وأعزائي، رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة وفيديو جديد عن أكلة كثير طيبة وكلها بيحبها، هي شاورما الدجاج. مثل ما شايفين هي أكلة بالدجاج، بهاراتها كثيرة مثل ما شايفين بالصورة هون. بس لكن إن شاء الله سهلة، طريقتها سهلة وبتعجبكم وبتجربوها ببيتكم وبتدعوا لي إن شاء الله كثير كثير عليها لأنه كثير طيبة. مكوناتها حنبدأ على بركة الله. مثل ما شايفين عندي كاسة لبن حاطة بالوعاء، بعدين عندي نص كيلو دجاج أنا حاطهم، قسمتهم شرحات مثل أصابع قد الأصبعة، خالية من العظم وما لها جلد. بعدين البهارات شايفين مثل ما شايفين، في عندي ربع معلقة صغيرة فلفل أبيض، وعندي معلقة كبيرة كمون، ومعلقة كمان من البهارات الشاورما، وعندي معلقة كمان من الهيل، وعندي ربع معلقة من القرنفل، وعندي ربع معلقة من الكاري. وهلا كمان عندي معلقة كبيرة توم مهروس، عندي معلقتين خل، عندي 3 معالق زيت مازولا، عندي معلقتين كبار حمض ليمون، 3 معالق كبار عصير بردقان، عندي معلقة من معجون الطماطم، ومعلقة من معجون الفليفلة، ومعلقة من معجون الدجاج اللي فيها ملح، وعندي معلقة من دبس الرمان. هدول هلا كلهم بدي اخلطهم مع اللبنات، بحط لهم شوية مي، بعدين بحط فيهم الدجاجات بخلطهم وبخليهم بالبراد عالية شي 4-5 ساعات، الأفضل 8 ساعات إذا ما كنتم مستعجلين. وبعدين برجيكم شو حنساوي بعد ما هالشغلة هي. يلا برجع لكم. هلا مثل ما شايفين عملت الخلطة، وهلا بدي احط عليهم الدجاجات. بخلط الدجاجات، بغطيهم، بحطهم بالبراد لعدد من الساعات، وبعدين برجع لكم برجيكم شو حنساوي. هلا الزيتات على الغاز، بنحط عليهم هلا الدجاجات بعد ما خليتهم يقعدوا بالبراد لعدة ساعات. هلا بدي اشويهم بالطنجرة، يعني 3/4 الشوية. بعدين بحطهم بهالصينية هاي، بدي احطهم بالفرن ليكملوا استواتهم. بس هلا بحطهم هون هلا بالزيت هون لحتى يستووا مثل ما قلت لكم شوية. هلا بدي احطهم بالطنجرة بهاي الصينية، واحطهم بالفرن على البرويل على اعلى درجة بالطابق الفوقاني مشان يحمرهم، يصيروا يعني يكتمل استواتهم، ويصيروا هذول والاطيب منهم شاورما دجاج والاطيب منها. هلا بنشع عليهم بعد شوي، خليهم يتحمروا منيح. مثل ما شايفين هلا عم يتحمروا بالفرن مشان يصيروا مثل الشاورما الأصلية اللذيذة. بدها يتحمروا، بنطلعهم بنلفهم بسندويشات بالخبز الشاورما الحساوي مع مخلل، مايونيز أو الثوم، صلصة الثوم، وبالهنا وبالشفا. إن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم. رجعنا لكم مثل ما شفتوا، خلصنا صحن الشاورما. ريحة بتاخذ طعمة طيبة جدا جدا جدا، يعني ما فوق الوصف. هلا حنساوي مثل ما شايفين هون بطاطا مقلية، مخلل صنع البيت، بندورة مستوية والأطيب منها، الصوص تبع الثوم ونساوي فيه. هلا حساوي لكم صمريشة. شايفين هذا الخبز اللي ساويناه نحن، خبز الشاورما والأحلى منه، ريحة بتاخذ العال. فهلا ندهنه شايفين ريحة بتاخذ العال. بنحط اللحمة شقف هيك والأحلى منها شاورما تاخذ العال. بنحط لها مخلل وفرايز بطاطا وبندورة اللي بده بندورة كمان ولا أطيب منها، بنلفها وفي العافية إن شاء الله. إن شاء الله تجربوها أنتم وتنال إعجابكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.